السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. وحشتوني جدا جدا جدا، بس انا ما باخد اجازه بريح. ما بحبش اعمل اي حاجه خالص في الدنيا، اريح كده بقى واستكانيس ومع نفسي. خدنا اجازه العيد وما مش شغالين الايام دي ومريحين خالص. هو الدنيا تمام والحمد لله. واستاذ مالك ما نكوش لسه قايم من النوم، ما حدش ياخد باله. والمطبخ ما فيش فيه حاجه، نقع الفراخ بتاعتي. واول ما قمت من النوم وفطرنا تمام، وفي الصاله مهديه الجو ومهديه النور علشان اصلا الحر وايه، وهظبط كده بس التليفون بتاعي. وتعالوا نشوف هنعمل ايه النهارده. هنعمل النهارده فراخ مشويه، ما هيعديش العيد الا لما نشوي فراخ، نشوي لحمه. بما اننا مش لاقيين اللحمه فنشوي فراخ. عندي اصلا بفرحه اول يوم اللي اشوي فيه ده، فاشوي فيه فراخ فالدنيا تبقى تمام. فسكه الاستاذ مالك دي يا رب. المهم احنا ايه، بيطير الكلمتين اللي هنقولهم. فالمهم انا اول حاجه عملتها قبل حتى ما افطر كده ولسه كده بعمل بمرط في عينيا. قمت رايحه كده يعني حطيت كده اللبن على النار، وقمت رايحه مفتحه الفراخ بتاعتي، وكنت مطلعاها من بالليل ومقطعاها وعاملاها في ميه وملح وليمون. ونقعاها في ميه وملح وليمون وسبتها بقى. شايفين مقطعاها ازاي؟ الورك كده فتحاه كده اي مفصل كده، والصدر كده فتحاه زي الكتاب المفتوح كده. وفتحت برضو ايه الجناح كده، وكسرت كل العظم كده اللي فيها، وتبقى مفتوحه كده، الصدر بتاعها مفتوح زي الكتاب كده. وكل عظميه كده متكسره. دنيتي كده تمام تمام يا ولاد. ونقعها في ميه ملح وليمون. ده بيطر اصلا الفراخ. ما ينفعش تجيب الفراخ لسه جايباها من الفراخ. فرفخجي اسمه ايه الفراخ، هو مش راضي يتنطق ليه؟ بتاع الفراخ. وتقوموا رايحين عاملينها على طول، هتلاقي الصدر بتاعها وتشويها على طول. هتلاقي الصدر بتاعها شادد. فدايما الفراخ اللي تتشوى تكون ايه عندك في التلاجة، او تكون متلجة قبل كده. دي بتبقى طريه وتبقى حلوه قوي 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 قوي. المهم كده كان فيها شويه ميه، فانا ايه رحت اصفي الميه. بوريكم هذه الايد، شايفين الايد اللي طالعه دي؟ ابني بيفتح درج البلاستيكات، الضرفه بتاع البلاستيكات، يجيب بلاستيكايه ويقلبها ويقف عليها عشان يشوف ايه الرخامه، لانه قصير جدا جدا ما اقولكوش يعني. اقصر واد عندي معرفش ليه. المهم هيطلع لمين؟ لامه طبعا. المهم هعمل ايه بقى؟ كل الكلام ده بقى في الخلاط: بصل، فصين من التوم، قرن فلفل كده حلو رومي كبير كده، وواحده من الطماطمية كده حلوه كده، وليمونه بقشرها. التتبيله دي ما بستغناش عنها. تتبيله لحمه، تتبيله فراخ، ما بستغناش عن التتبيله دي. شايفين الفلفل ليمونه بقشرها، حتى لو ليمونه خضرا ما تقلقوش ولا بتمرر ولا اي حاجه. فصين اتنين بس من التوم اهم زقلتهم في الخراط، في الخلاط. ايه في إيه الكلام رايح فين النهارده؟ المخارج والحروف النهارده بايظه. معلقتين ثلاثة بقى من الزبادي. يعني لو عندك زبدية كده حطي نصها او حطها كلها. لكن عايز ايه؟ ادي بقى يا بنات بيطر برضو الفراخ وبيخليها تستوي على طول. وهنحط كمان معلقتين من الخل، بيطروا الفراخ جدا جدا جدا. هاتي يا استاذ مالك، هاتي يا استاذ مالك. مش عارفه اهرب فين. تعالوا بقى نشوف بقى التوابل الجميله. 7 بهارات، وفي ناس كتير قوي تقول 7 بهارات على الفراخ. يعني 7 بهارات دي معروفه ان هي اصلا بهارات لحمه، بس بتبقى مع الفراخ طعمها حلو قوي. بابريكا بقى، جنزبيل عشان الزفاره، كمون، فلفل اسمر، كزبره. الثلاثه دول ما استغناش عنهم برضو، في كمون الفلفل الاسمر، الكزبره. وحاطه كل حاجه بشويه كده، ايه نص معلقه صغيره تمام، ومعلقه كده كبيره كده من الملح. والدنيا ايه ظبطت بقى تمام. التتبيله دي كلها، تعالوا بقى التوابل دي او التتبيله دي كنت جايباها من رمضان، قضت معايا شويه كتير قوي. ده عباره عن ايه؟ صوص باربيكيو، بتبقى حلوه قوي في اللحمه. بس يا رب يبعت بس اللحمه اللي تتشوى يا رب. المهم بقى دبس الرمان وصويا صوص. ما تكتريش من الصويا صوص على المشويات، لانها بتخلي الحاجه المشويه تاخد لون معاكي بسرعه. الصويا صوص الحقيقه بتخلي لو فراخ لحمه اي حاجه ما تكتريش، حط شويه صغيرين، لكن لو حطيتي كتير بتخليها تاخد لون معاكي بسرعه. وبقى دبس الرمان ايه حكايه حكايه. والصوص الباربيكيو انا بقى بقولها صح كده. المهم بيدي معاكي برضو طعم حلو قوي. التلاتة دول بقى بحطهم كده على بعض، ازقلهم برضو على بعض كده في الخلاط، واضرب الكلام الجامد ده. يا حلاوه يا حلاوه، اسكت بقى قولي يا حلاوه يا حلاوه يا مان. يا حلاوه يا ولاد يا حلاوه. المهم الكلام ده كله بقى في الخلاط، ونروح بقى يلا بقى نشغل الخلاط المريض بتاعنا ده. وعبد الرحمن كمان كسر لنا الخلاط ده. المهم كده بقى الخلاط بتاعي اصلا يعني ايه عم بيشتغل انا اقولكوش. هحط لها ممكن كمان شويه لبن عشان تمشي الخلاط لو خلاطك عيان زي. لكن طبعا لو خلاط حلو هيفرم الكلام ده حتى من غير ولا نقطه سوائل، مش مشكله. فالمهم ما تكترش سوائل كتير، احنا عايزين التتبيله تبقى ايه مركزه كده، عسل كده مركزه كده عشان تدخل كلها في الفراخ كده. هحط شويه لبن كمان زي ما قلت لكم عشان تمشي الخلاط. هنمشي نفسنا. اهو بقى هنضرب بقى الكلام ده كله كده، الكلام الجامد.
جامد يا حامد. المهم هضربه وبعد كده بقى اعملي مساج بقى للفرخه بتاعتك. على فكره لو ما استخدمتيش ايدك وقلبتي بالمعلقه مش هتعرفي تدخلي بين الجلد واللحم وتخليها تتلغلغ كده. والفتحات اللي انت عملتيها والكتاب اللي انت فتحتيه، الحاجات دي كلها، كل الحاجات الجميله دي، فاهم حاجه ان انت تعملي بايدك. فانا هعمل بقى الكلام ده كله. الايام اللي فاتت كانت في حاجه شدت انتباهي كده، عايزه اكلمكم عنها. كان في قضيه كده الايام اللي فاتت، مش عارفه اصلا القضيه دي كانت قديمه ولا جديده، بس الفيديو ده جه قدامي قريب. القضيه دي بتتكلم على واحده بجد بجد يعني لفتت انتباهي قوي. واحده قتلت جوزها علشان صحن بسبوسه. شايفين الكلام؟ يعني صحن بسبوسه. ايه اللي خلى البنت دي بنت بريئه جدا، بريئه جدا، عيله صغيره عندها 17 سنه، لك ان تتخيلوا. طب ايه اللي حصل بقى اللي خلاها تقتلها عشان صحن بسبوسه؟ هي باختصار كده هنقول باختصار، هو جوزها، هي عملت البسبوسه وما طلعتش حلوه، وجوزها عايز ينزل يدوقها لامه. والله بجد فهي بتقوله لا، ما تنزلش، هي مش حلوه، المره الجايه تبقى احسن وابقى دوقها لها، لكن هي مش حلوه فما تاخدهاش وتنزلها تحت. فهو يعني بيغص فيها او بينكف فيها، وعايز ينزل يوريها لامه ان هي ما عملتها مش حلو. فهي السكينه كانت على الصحن، فهي مسكت السكينه في ايديها وبتقول انا نسيت السكينه في ايديا، وقامت مدخلاها في بطنه، وهو خلاص راح المستشفى ومات. البنت بريئه جدا جدا، لو اقول لكم بريئه قد ايه. شايفين كميه انا حسيت ان البنت دي مقهوره قهر. ما كنت بتقول من ساعه ما اتجوزت انا مش بعرف اعمل حاجه وهم بيتريقوا على عمايلي. فيعني كمية القهر اللي اتحطت فيه هذه البنت بجد صعبت عليا قوي 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 قوي، وجعتني والله بجد من جوه. احنا كلنا اتجوزنا كده نقول للحموات يا حموات يا فتينات بالراحة شوية، ما يكون جالك عروسة جديدة ما بتعرفش تعمل اي حاجة، بطلي تريقة، بطلي زنبرة، بطلي زعبرة. وما تتريقيش على مرات ابنك لو ما بتعرفش تعمل حاجه، لان هي لسه داخله بتقول بسم الله، لسه داخله ان هي عروسه، كانت عروسه ما فيش 5 شهور 6 شهور كده، يعني عروسه ما بتعرفش تعمل حاجه. ايه المشكله ما تعرفش تعمل حاجه؟ هو احنا لينا ليه الثقافه يعني اللي لازم مرات ابنك تيجي تهد البيت وتبنيه؟ ما هتهدوش وتبنيه، ما براحتها، سيبوها براحتها. في بيوت العيله حاجات كتير بتحصل قوي، وبسمع مشاكل كتير جدا جدا جدا، وبجد بتحس ان الست مكوره مكوره جامد جدا. احنا بنحاول ان احنا نصلح من نفسيه الستات، وعايزين نصلح من نفسيه اللي حوالينا كمان، يعني نقول لهم بطلوا بقى، يعني بالراحه شويه، بالراحه شويه على البنات. لو بنت لسه داخله بيت عيله، بالراحه شويه، سابت بيتها وسابت حياتها وسابت كل حاجه علشان تتاقلم على عيشه هي مش متاقلمه عليها. لازم تاخد وقت عما تتاقلم، لازم تدوها وقتها، لازم تدوها وقتها عما البيت ده تحسه اصلا ان بيتها. على فكرة بعد كده يعني بعد ما بيمر سنين هو بيبقى ده بيتها، بيبقى لو غابت عنه ساعة ما بتعرفش تقعد في بيت ابوها، خلاص ده بيتها. فعشان توصلوا لكده بتحصل بالصبر شوية على البنات، والرجالة تصبر شوية وبلاش لازم تكوني عارفة تعملي كل حاجة، لازم تكوني مش عارفة ايه الكلام ده كله. انا كنت هعمل رز بسمتي الفراخ المشويه، بس الحقيقه يعني مش هتكسف منكم بلاها مصاريف. اه والله بجد بلاها مصاريف. نسيت احط زيت، فبقول لكم انا هخرج تاني الفراخ واحط شويه من الزيت، لان لازم شويه من الزيت فيها هيطروها واداها لون وتبقى حلوه قوي. هدخلها واخد الرز بتاعي اللي انا اخدته من شويه دول وهنقع. عايزاكم تقولوا رايكم في مشكله النهارده. وانا كنت شايفه كميه القهر اللي في عين البنت وهي بتحكي، بتقول والله انا ما اقصدش، انا ما عملتش فيه حاجه، يعني كميه قهر فظيعه وجعتني بجد المشكله دي. فحبيت ان انا اقول لكم عليها النهارده، واقول لكم ولا يهمك بوظي يا بت ولا يهمك، اعملي اللي تعمليه، بوظي واعملي ولا يهمك حاجه. اضربي الدنيا صارمه والله العظيم. انا اكتشفت الايام اللي فاتت دي لمشاكل انا وقعت فيها، ان الناس اللي ضاربه الدنيا صارمه دي احسن ناس في الدنيا. الناس اللي ما بتشيلش هم بحاجه دي ناس زي العسل. يا ولاد اضربوا الدنيا انا نفسي اضرب الدنيا صارمه، بس لحد الان ما ضربتها. اما اضربها بقول لكم. المهم كده برضو بلا مصاريف، كنت هبعت برضو اجيب فحم للامانه، يعني كنت هبعت اجيب فحم، بس برضو قلت بلا مصاريف، يعني الدنيا كده مش مستحمله مصاريف زياده، واحنا مش مستحملين مصاريف زياده، فقلت اسكت يا بت بلا مصاريف. وبعت ابني بكيس قلت له هات لي حطبتين من فوق من اللي احنا بنعمل فيهم الفرن فوق. فراح جاب الحطبتين دول وولعتهم كده زي ما انتم شايفين، ولعت كام واحد على البوتاجاز، وما ولعوا جبتهم كده. ما تحطيش بقى والنار مش على
خالص. اما الحطب ده يصفى خالص ده اسمه قلاويح على فكره، لو انتوا في الفلاحين هتعرفوا انه ده قلاويح. وده عادي اما بيصفى خالص بيبقى زي الفحم بالظبط. المهم ولعت القلاويح، واما صهدت خالص وولعت زي ما انتوا شايفين كده، حطيت عليها الفراخ، خدت ناحيادي والناحيادي وبقت تمام، الدنيا تمام. ودخلتها الفرن مع المعمر، لاني كنت مولعه الفرن تحت عشان بعمل معمر. المعمر كان غلا والفراخ ما شاء الله كانت نشفت، وقمت راح ازقهم كده جنب بعض كده وهديت الفرن بقى مع بعض. المعمر بقى اتردد، والفراخ كمان ايه بقى ما عادش فيها حاجه، واتاكدت ان ما فيش فيها دم والدنيا تمام. اوقات كتير بعمل كده وبتبقى طعمها لذيذه جدا، واكنها واخده طعم الفحم قوي قوي قوي، طعمها حلو قوي. طلعت بقى المعمر الجميل بتاعي، حطيت له معلقتين من السمنه البلدي. اه خرجتي قلبي قلبي قلبي، يا ريت حد يجيب لي سمنه بلدي. بحب السمنه البلدي قوي، كنت عدت بعشق ريحتها. شايفين بقى المعمر بتاعي مفلفل ازاي وحلو ازاي، طعمه كان حلو قوي قوي قوي، وانا بحبه اصلا جنب الفراخ المشويه. بقى ايه شويه سلطه الطحينه كده جمال. شايفين الفراخ طالعه عامله ازاي، والله كانت حلوه قوي قوي وطعمها جميل جدا. وعملت بقى والرز الابيض كان حلو قوي قوي. انا على فكره البرام بتاعي او الرز المعمر بتاعي يتاكل حاف. خلاص يا مالك، بشهاده كل اللي داق منه يتاكل حاف كده حاف. من جماله وطعامته والقشطه اللي بحطها فيه والخير اللي بحطها فيه. حط خير تلاقي خير تلاقيه طعمه حلو قوي قوي قوي. لاني بحط 3 4 معالق قشطه، واللبن بيبقى لبن خالص. احط شويه من الميه عشان الحبايه تبقى طريه معاكي، حبايه الرز. وما يطلع من الفرن بحط له كمان بقى سمنه بلدي وبدلعه. وعملت بقى شويه سلطه خضر كده. خلاص يا مالك بكيس الشيبسي اللي انت جايبه ده. عملته بقى شويه سلطه كده بس مقطعهم طرنشات كده بقى، شويه خيار وفلفل وطماطم والمخلل وسلطه الطحينه والفراخ، وايه كانت اكله جميله جميله جميله. إيه هنقضي بقى ايام العيد دلع، هنقضي ده هندلعهم ونقول لكم. الفيديو بتاعك خلص، اشوفكم في فيديو جديد والسلام عليكم.